أهلا بكم، عدنا إليكم في من سيربح المليون. المتسابق الحسين. الحمد لله. يرحمك الله يا حسين. المتسابق علي أكبر معرجاني الآن وصل إلى السؤال السادس. نعم، وهو جاهز؟ جاهز، ونص وثلث وربع. عزيزي علي، السؤال يقول: متى قامت الحرب العالمية الأولى؟ الخيارات 1914. الخيارات بدون خيارات 1914. تصفيقة. السؤال السابع. جاهز؟ جاهز. السؤال يقول: متى تأسست دولة إسرائيل؟ 14 مايو 1948. لو أنت على ريال أنت نابغة. أنت متأكد؟ لا تسألني أنت متأكد. إجابة نهائية، إجابة أخيرة. أنا متأكد. لديك 4 خيارات. هذا هو الخيار الصح. السؤال الذي يلي صح ولا غلط؟ الإجابة صحيحة، كلهم صحيحة. صفقة يا شباب. يقول صحيحة. السؤال التالي: من هو أول رئيس لإسرائيل؟ حايم وازرمان. لمن الخيارات؟ الخيارات لك أنت وأصحابك. أنا خلاص هذا الحاجات ما عاد تهمني ولا عاد أنا فيها. أنت موسوعة. خير لك خير. أنا خلاص انتهى موضوع الخيارات بالنسبة إلي. الدليل سؤال عسير. أنا تعبت من أول ما دخلت هنا وكلها أسئلة. سنأتي إلى الأسئلة. تفضل. الإجابة صحيحة. السؤال التالي وهو التاسع: من هو أول رئيس أمريكي؟ جورج واشنطن. هذه بلدي. جورج واشنطن. بلدك أمريكا؟ بلدي. كل هذه الأسئلة بلدي. بلد. أي أنني أعرف كل شيء عنها. إسرائيل وأمريكا كأنها بلدي. نعم. السؤال التالي يقول: أجاوب قبل السؤال؟ لا. إذا حبيت أن أجاوب قبل السؤال سأجاوب. ستسألني متى تأسس حزب الله، صح؟ معروف. لا. ما هو السؤال؟ السؤال يقول: كم عدد الدول العربية؟ الخيارات 4 خيارات. ما له تغير لونه. الدول العربية. كم عدد الدول العربية؟ اليمن. لا تكمل الحلقة وانت ما وصلت عند 4 خيارات. أنا سأساعدك. تمام. هو يتكون من حرفين 2 جنب 2. سؤال بسيط: هل هي 43 76 22 11 دولة؟ 2 جنب 2. 2 جنب 22. صفقة. الإجابة صحيحة. أنا أريد أن أسأل سؤال. لماذا أنت لا تقول وحصلت على مبلغ كذا كذا؟ الآن كم على مبلغ في كل سؤال يحصل المتسابق على مبلغ؟ سنكشف لك كم رصيدك. كم الآن؟ رصيدك 50. 50,000. 50,000. 50 ريال. رصيدك 50 ريال. لماذا؟ معك من ريال فوق، ومعك السؤال من كم؟ من ريالين. لماذا؟ السؤال الرابع معك ب 16 ريال. متى تأسست بريالين؟ رئيس إسرائيل بريالين. كله بريالين. إسرائيل وأمريكا بريالين. تريد الملايين؟ أريد أبو 500,000 أبو 800,000. لماذا؟ الآن نبدأ. لماذا ضاع الوقت؟ لماذا؟ أسئلة أين قرداح الذي هو أسئلة الملايين. جاهز؟ جاهز. سؤال الملايين. السؤال هذا لكن بسط، لا تكونوا تدخلوا فيه. سؤال بسيط كالسابق. عدد الذرات، الهيدروجين، هذا لا. مستعد؟ مستعد. السؤال يقول: من هي أم المؤمنين؟ أكيد هذا ما تحتاج خيارات. بدون خيارات، من أسهل الأسئلة. السؤال مرة أخرى: من هي؟ ما لك بطني. سؤال بطني مغصبة. لا تبكي، سأساعدك. من هي أم المؤمنين وبداية اسمها بحرف العين؟
بحرف العين يا عيوان. خيارات. نأتي بالخيارات. الخيار الأول: هل هي عائشة بنت أبي بكر؟ الخيار الثاني: هل هي عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الخيار الثالث: هل هي فاطمة الزهراء؟ الخيار الرابع: هل هي سودة بنت زمعة؟ الإجابة لك. احذف اجابتين. سؤال بسيط. احذف اجابة، قول للكمبيوتر يحذف اجابتين. من هي أم المؤمنين قل يا الله خارجنا، كلم الكمبيوتر يحذف اجابتين. السؤال سهل يا اخي اشتق أن تعال مكاني وجاوب. نحذف إجابتين. ماذا حصل؟ بقي عائشة بنت أبي بكر وفاطمة الزهراء. إجابة واضحة جدا. هذا السؤال ب500,000. فكر. رأي الجمهور. رأي الجمهور. لديك 3 وسائل اتصال. رأي الجمهور. جمهور استعدوا وساعدوا المتسابق علي أكبر معرجاني. السؤال يقول: من هي أم المؤمنين؟ سؤال بسيط جدا. أنا داري له بسيط. رحنا جو. انتهى. أجاب الجمهور بنسبة 100% عائشة رضي الله عنها. لكن الجمهور قد يخطئ. صح؟ في أي شخطئ؟ قد يخطئ الجمهور، وهذا ما لا يحمد عقباه. الجمهور هؤلاء كلهم أجابوا وسهلوا لك الطريقة. عائشة رضي الله عنها. أجب. بنسبة كم؟ 100%. قد يخطئ الجمهور، ماذا لو ذا؟ هل هناك خيارات أخرى لتبديل السؤال؟ لا يوجد خيارات. تبديل سؤال. نبدل السؤال. بدل هذا السؤال، هذا بيدخلنا. دولة في الشرق الأوسط فيها أكبر جالية يهودية بما يعادل 45,000 يهودي و75,000 مسيحي. يا وعد الجن. هذه سؤالين معك بمليون. 500,000 في 500,000. ممكن نرجع للسؤال الأول. عائشة رضي الله عنها. عائشة، والله أنها أم المؤمنين عائشة. نرجع للسؤال الأول. نظام المسابقة لا نعود للسؤال السابق. أنا أفدى روحك. لن تعود للسؤال السابق. الله التغى. الله يا الله. لماذا لم تتكلم من أول؟ عائشة، والله أنها عائشة. لماذا لم تقل من أول والجمهور ساعدك؟ وأرضاها ورضي الله عن أباها أبي بكر. عشان المليون. عشان كم ما كان ينفع. لا رجع للسؤال. أجب على السؤال التالي. دولة في الشرق الأوسط فيها أكبر جالية يهودية بما يعادل 45,000 يهودي و75,000 مسيحي. بقي لك وسيلة مساعدة واحدة، وهي اتصال بصديق. اتصل بصديق. اتصلوا بصديق الأخ علي. نسينا الخيارات. ورني الخيارات، يمكن اني استعن بصديق. الخيارات. استعن بصديق. والله أنت ضيعت سؤال مهم. استعن بصديق. نتصل بالأخ يوسف. ألو مرحبا. ألو مرحبا. الأستاذ يوسف. أهلا وسهلا بك. لدينا صديقك المقرب علي أكبر معرجاني في مسابقة من سيربح المليون. من؟ علي أكبر معرجاني. الله. معك أستاذ علي. اللي منه فترة. السلام عليكم. السلام عليكم يا أستاذ علي. حياك يا الله. الله الوقت يا أستاذ علي. الوقت من كم الوقت معنا؟ معك ساعة 13 ساعة. خذ راحتك. 13 ساعة. الله لا يوفقكم ولا أضرع لكم بركة. توكل. علي من؟ علي أكبر معرجاني. ما أعرفوش ذا. يا أستاذ علي، أنا أعرفك أنا، وقالوا أنك عندك يعني قدرة على الاستيعاب المعلومات. أيوة. السؤال ب500,000 يقول، وإن شاء الله سيكون لك نسبة. من هي الدولة؟ إيران. لحظة الله لا وفقكم ولا ضرع لكم بركة.
من هي الدولة لا لك والله انها ايران. اي سؤال طيب؟ ما عرفك. اكبر دولة في الشرق الاوسط فيها جالية يهودية. ايران. الوقت. يعني أنت في برنامج من سيربح المليون. نعم انا في برنامج من سيربح المليون. ودولك سؤال عائشة. السؤال قبل حق عائشة رضي الله عنها. ايوه. الوقت انتهى الوقت. كيف انتهى الوقت؟ انت قلت 13. 13 في مدة الاتصال. انتهى الوقت. الإجابة لحظة. انتهى الوقت. ايران. انتهى الوقت. ايران. انتهى الوقت. ايش انتهى الوقت؟ امشي يلا. جاوبت على المتسابق التالي. ايران. المتسابق التالي. ايران. امشي. ما انا معك 50 ريال. لن اتزحزح الا بالاسئله. معك 50 ريال. لن اتزحزح. انتهى البرنامج. نشكركم مشاهدينا لا نشكركم. هناك باقي مسابقة. وحصل المتسابق على 50 ريال. 50 حق عايش. اخرج انت. انا ساظل هنا لما يجي المذيع الثاني جرجي قرداحي. انا اشتي جرجي قرداحي. لا اجلس هنا حتى ياتي جرجي قرداحي. امشي. جرجي قرداحي. جرجي درداحي. لا تعرف اسم ام المؤمنين عائشه؟ لا والله اني عائشه بنت ابي بكر. انا قد كلمت مره الاولى.